في حاجة غريبة جدا في خطة إنجستروم ليفي في مسلسل انفينسيبل، وكل ما أفكر فيها بحس إنه ضيع على نفسه أسهل وأقوى طريقة ينتقم بيها من مارك. إحنا كلنا شفنا إنه جمع 18 نسخة شريرة من مارك جريسون وبعتهم يهاجموا الأرض في أحداث انفينسيبل وور. الفكرة كانت إن نسخ مارك دي قوية، وكل نسخة جاية من عالم مختلف، وبالتالي الأرض هتكون مستحيل تقدر توقفهم. لكن ليه أصلاً اختار مارك؟ إنجستروم ليفي هو الشخص الوحيد تقريباً اللي يقدر يفتح بوابات بين عدد لا نهائي من الأكوان، يعني قدامه احتمالات ملهاش آخر. وده معناه إن أكيد في أكوان نجح فيها الفلتروميتس في احتلال الأرض بالكامل، وأكوان تانية احتلوا فيها المجرة كلها، ويمكن حتى بقى عندهم جيش أكبر بكتير من اللي احنا شفناه. طيب ليه ما راحش للأكوان دي؟ تخيل معايا إن إنجستروم يدخل على إمبراطور فيلترومي في بعد تاني ويقول له: أنا أقدر أفتح لك بوابة لعالم جديد، عالم لسه محدش احتله، وسكانه مش مستعدين. كل اللي عليك تدخل بجيشك وتخليه تحت حكمك. بالنسبة للفيلتروميتس، دي مش مجرد صفقة كويسة، دي حرفياً حلم. إحنا عارفين إن حضارتهم كلها مبنية على الغزو والتوسع. أي فرصة لاحتلال عالم جديد بالنسبة لهم تعتبر مكسب من غير أي خسائر تقريباً. وده معناه إن إنجستروم مش هيحتاج حتى يقنعهم ينتقموا من مارك، هو هيستغل طبيعتهم بس، هيديلهم عالم جديد يغزوه، وهم هيعملوا الباقي. وساعتها بدل ما الأرض تواجه 18 نسخة من مارك، كانت هتواجه جيش كامل من الفلتروميتس، مش 20 أو 30، ممكن آلاف. ومش مجرد جنود عاديين، لأ، محاربين عندهم سنين طويلة من الخبرة في الحروب، وأقوى بكتير من أغلب نسخ مارك اللي شاركت في الحرب. وساعتها بصراحة أنا مش شايف أي سيناريو كانت الأرض هتنجو فيه. حتى أومني مان نفسه غالباً كان هيخسر قدام العدد ده. وده اللي بيخليني أسأل سؤال مهم جداً: هل إنجستروم ليفي فعلاً ما فكرش في الخطة دي؟ ولا فكر فيها لكن كان في سبب خفاه عننا؟ أول سبب ممكن يخليك تقول إن الخطة دي مستحيلة هو إن الفلترومايتس أصلاً عمرهم ما هيثقوا في أنجستروم ليفي. وفي الحقيقة ده اعتراض منطقي جداً، لأن الفلترومايتس معروفين إنهم شايفين نفسهم الجنس الأقوى في الكون، ومش من السهل أبداً إنهم يسمعوا كلام شخص غريب ظهر فجأة وقال لهم تعالوا ورايا. لكن لو فكرنا فيها شوية، أنجستروم مش محتاج ثقتهم أصلاً، كل اللي محتاجه إنه يفتح البوابة. بعد كده الفضول والطمع هيعملوا الباقي، لأن الفلترومايتس عمرهم ما هيفوتوا فرصة يحتلوا عالم جديد بدون ما يخسروا أي حاجة. ولو حتى قائد واحد وافق يجرب، بمجرد ما يشوف إن العالم فعلاً موجود وإنه سهل السيطرة عليه، هيبقى عنده سبب يخلي باقي الجيش يدخل وراه. وده معناه إن أنجستروم كان ممكن يستخدم رغبتهم في التوسع كسلاح ضد الأرض. لكن هنا تظهر مشكلة أكبر: إيه اللي يضمن إن الفلترومايتس بعد ما ينتصروا هيسيبوا أنجستروم يعيش؟ الإجابة ببساطة: ولا حاجة. إحنا شفنا أكتر من مرة إن الفلترومايتس بيتخلصوا من أي حد ما يبقاش ليه فايدة، يعني بالنسبة لهم أنجستروم مجرد أداة. أول ما يخلصوا من مهمته غالباً هيقتلوه في نفس اللحظة. وده ممكن يكون سبب قوي جداً خلاه يبعد عن التعاون معاهم. لكن حتى لو ده صحيح، كان يقدر يعمل حاجة أذكى. كان ممكن يفتح البوابات ويخلي الجيوش تدخل، وبعدها يقفل كل المداخل بين الأكوان. وساعتها الفلترومايتس هيبقوا محبوسين في بعد مارك، وأنجستروم هيكون رجع لعالم تاني بعيد عنهم تماماً. يعني حتى فكرة إنهم يغدروا بيه كان يقدر يتجنبها بسهولة باستخدام قدرته على السفر بين الأكوان. وده يرجعنا لنفس السؤال من جديد: إذا كانت كل العقبات دي ليها حلول، إيه السبب الحقيقي اللي خلاه يعتمد على 18 نسخة من مارك فقط؟ الإجابة الأقرب للمنطق مش موجودة جوه القصة. دلوقتي وصلنا للاحتمال الأخير، واللي بصراحة
أنا شايف إنه الأقرب للحقيقة. المشكلة عمرها ما كانت في قوة أنكستروم ليفي، المشكلة كانت في القصة نفسها. لأن لو أنكستروم استخدم قدرته بأقصى شكل ممكن، فمفيش حد كان هيقدر يوقفه. أفتكر إن الراجل ده بيقدر يفتح بوابات لعدد لا نهائي من الأكوان. يعني نظرياً أي جيش في أي بعد يقدر يوصله في ثواني، وده معناه إنه مش مضطر يعتمد على الفلترومايتس بس، كان ممكن يجيب جيوش لعمر من حضارات مختلفة، أو أبطال وأشرار من أكوان تانية، أو حتى نسخ أقوى بكتير من الشخصيات اللي إحنا نعرفها. كل ده ممكن يحصل في نفس الوقت، وساعتها الحرب كانت هتتحول من هجوم بسيط على الأرض إلى غزو متعدد الأكوان. وده مستوى تهديد أكبر بكتير من أي حاجة شفناها في المسلسل. لكن هنا بيظهر شيء مهم جدا. أنكستروم ليفي في النهاية مش بيحارب عشان يغزو الكون، هو بيحارب عشان ينتقم. بعد الحادثة اللي شوهت جسمه وعقله، بقى عنده هوس واحد بس، إنه يشوف مارك بيتعذب وبيخسر كل حاجة. يعني هدفه الأساسي كان شخصي مش عسكري، وده يفسر ليه ركز على نسخ مارك الشريرة. هو كان عايز يقول لمارك: بص، حتى أنت في أكوان تانية بقيت وحش، وكل النسخ دي جاية تدمر حياتك. فالهجوم نفسه كان ليه قيمة نفسية بالنسبة لأنكستروم، مش مجرد وسيلة للفوز. لكن حتى مع التفسير ده لسه في مشكلة، لأن أي شخص بيمتلك قدرة السفر بين الأكوان بالشكل ده المفروض يكون أخطر بكتير مما شفناه. وعلشان كده ناس كتير من جمهور انفينسيبل شايفين إن أنكستروم اتعمل له نيرف متعمد، مش لأنه ضعيف، لكن لأن استخدام قدراته بشكل منطقي كان هيكسر توازن القصة بالكامل. ولو حصل ده، كان مسلسل انفينسيبل ممكن ينتهي في موسم واحد بس. لكن لسه في احتمال أخير مجنون جدا. احتمال لو طلع صحيح هيغير نظرتنا لأنكستروم ليفي بالكامل، وهو إن أنجستروم ليفي كان يقدر يعمل كل اللي اتكلمنا عنه، لكنه اختار ما يعملوش. ليه؟ لأن هدفه من البداية ما كانش إنه يدمر الأرض، ولا حتى إنه ينتصر على البشرية. هدفه الوحيد كان مارك ريسن. كل اللي حصل لأنجستروم خلاه يحمل كراهية مرضية لمارك، لدرجة إنه بقى يشوفه سبب كل المصايب اللي حصلت له، رغم إن مارك اللي إحنا متابعينه ما كانش مسؤول عنها بشكل مباشر. وده معناه إن أي خطة تخلي الفلترومايتس يغزو الأرض وتدمر الكوكب في دقايق ما كانتش هتشبع رغبته في الانتقام. هو ما كانش عايز مارك يموت بسرعة، كان عايزه يشوف الناس اللي بيحبهم بيموتوا قدامه، يشوف الأرض بتنهار وهو عاجز، يشوفه يفشل مرة بعد مرة. وده يفسر ليه اختار نسخ مارك الشريرة بالتحديد. كل نسخة منهم كانت إهانة نفسية لمارك قبل ما تكون تهديداً جسدياً. كأن أنجستروم بيقول له: بص لنفسك، في معظم الأكوان أنت بقيت وحش، والنسخ دي جاية تحاسبك. لكن رغم كل ده، أنا ما زلت مقتنع إن خطة جيش الفلترومايتس كانت هتبقى أخطر بمراحل. ولو الكاتب كان اختار الطريق ده، فغالباً ما كناش هنشوف مواسم تانية من انفينسيبل أصلاً، لأن الأرض كانت هتسقط في ساعات ويمكن في دقايق. وده يخلينا نسأل سؤال أخير: لو أنت مكان أنجستروم ليفي وعندك القدرة تفتح بوابات لأي عالم في الكون، إيه الخطة اللي كنت هتستخدمها للانتقام من مارك؟ اكتب رأيك في التعليقات. وهل فعلاً أنجستروم ضيع أقوى فرصة كانت في إيده؟ ولا شايف إن الخطة اللي استخدمها كانت الأفضل؟ ولو عجبك الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك، لأن عندنا نظريات كتير عن عالم انفينسيبل لسه هنتكلم عنها.